البليستر ما بينشفش، البليستر بيخرم على الشغل، البليستر بيعرق على الشغل، البليستر بيخزن في الشغل. دي يا جماعة كل المشاكل دي بتبقى ظاهرة نتيجة ان انت حليت البليستر او خفيت البليستر ده، خفيته بتنر. طب البليستر ده بيتخف بايه؟ يعني احنا طول عمرنا بنخف البليستر بتنر، واحنا مثلا بنعمل الطريقه دي والطريقه ديت غلط. طب ايه الطريقه الصح؟ طب ما احنا طول عمرنا بنرش بليستر. طيب احنا هنتعرف يا جماعه ايه هو البليستر، وهنتعرف على طريقه تخفيفه، وهنتعرف على طريقه الرش بتاعته والمسدس المستخدم في الرش، عشان في الاخر نوصل لايه؟ نوصل للشغل بتاعنا لاعلى جوده والايه يعني البليستر ما يكونش معيب في الشغل. ده يكون موضوع الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه يا جماعه هنتعرف عليها ان البليستر ده ماده صلبه، يعني ماده سميكه، ماده تخينه، بيبقى تقيل، فبيحتاج ان هو يتخف، بس مش بنخفه بطنر. طيب المشاكل اللي بتقابلك دي احنا قلنا ان النتيجه بتاعتها ان سببها الطنر. طيب البليستر ده بيتخف بايه؟ اول حاجه يا جماعه زي ما احنا قلنا ان البليستر ده ماده صلبه وماده سميكه، محتاجه ماده تخفيف يكون المذيبات بتاعتها شديده، يعني تقدر ان هي تتفاعل مع البليستر وتذوب البليستر. طب ايه هي الماده دي؟ احنا قلنا البليستر يا جماعه مش بيتحل بتنر. طيب دي المشاكل اللي بتقابلنا بسبب التنر. طب بيتحل بايه البليستر ده؟ البليستر يا جماعة اسمه في بعض الدول سيلر بليستر، تمام. عندنا في مصر اسمه بليستر، عندك ممكن في اي دولة تانية تتلاقيه بمسمى تاني اسمه سيلر بليستر، تمام. البليستر ده يا جماعة مش بيتحل بتنر، البليستر بيتحل بمادة اسمها مادة أسيتون. طيب ايه هي مادة الأسيتون دي؟ مادة الأسيتون دي اسمها مذيب للبليستر، يعني ممكن تجيب العبوة مكتوب عليها أسيتون أو مكتوب عليها مذيب للبليستر. طيب مادة الأسيتون دي ملهاش في الشغلانة بتاعتنا دي أي يعني ما تعملش أي حاجة يعني لا تحل سيلر ولا تحل مط ولا تحل أي حاجة، ما تحلش إلا البليستر. ليه؟ لأن مادة المذيب دي يا جماعة معمول في قلبها مذيبات، يعني مذيبات شديدة، عشان تقدر تتفاعل مع البليستر وتقدر تحل البليستر ويبقى ايه؟ يذوب معاك في الرش وما يفصلش منك ايه؟ يعني تيجي تبص على البليستر كده بعد ما تقلبه تلاقي التنر عام على وش البليستر والبليستر في قلب العبوة من تحت. ده بيبقى نتيجة ان التنر اصلا اللي انت بتشتغل بيه المذيبات بتاعته ضعيفة. فمادة الاسيتون دي يا جماعة مخصصة لتخفيف البليستر، تمام، اسمه مذيب للبليستر. طيب احنا تعرفنا اول حاجة ان البليستر ده مادة صلبة، بيحتاج ان هو مادة تتفاعل معاه زي مادة الاسيتون او مذيب البليستر. تاني حاجة يا جماعة البليستر مش بياخد، يعني الكيلو البليستر مش بياخد اكتر من ربع كيلو اسيتون، تمام، يعني الكيلو خام بياخد ربع كيلو اسيتون. طيب ديت حاجة. تاني حاجة يا جماعة اللي لو انت هتستخدم تنر، عشان برضو نكون صراحة معاكم، لو انت هتستخدم تنر في تخفيف البليستر هتستخدم تنر نضيف، عشان انت ممكن تجيب التنر وتطلع تحل بيه سيلر، تمام، السيلر ما يحلش معاك. ليه؟ لان التنر اللي انت بتشتغل بيه ضعيف، ما فيش فيه مذيبات شديدة، تمام. طيب لو هتخف البليستر بتنر هتجيب في تنر اللي هو بيبقى في الصفايح اللي هو الحراري اللي احنا بنقول عليه التنر الفرن، ممكن تخف به البليستر، تمام. وممكن تجيب التنر اللي هو العبوات ده وتضيف عليه شوية تنر فرن عشان يساعد البليستر ان هو يذوب في ساعتها. طيب انت لو هتستعمل تنر هتستعمل تنر فرن او تنر نضيف، ما تجيبش تنر ضعيف تطلع ترش بيه مط تلاقيه بيجير، وعاوز تيجي ترش بيه بليستر والبليستر هيعيب معاك، هيعرق، هيخرم، كل المشاكل دي ان التنر ضعيف. طيب اول حاجه عرفنا البليستر بتخف بايه وبياخد قد ايه قد ايه اسيتون او تنر على الكيلو البليستر. قلنا الكيلو الخام البليستر بياخد ربع كيلو تنر، مش بياخد اكتر، تمام. طيب ده طريقه التخفيف بتاعه ايه؟ بتاعه البليستر. تاني حاجه يا جماعه عايزين نتعرف عليها
الاسباب اللي هي بتقابلك ان البليستر مثلا بيخزن منك في الشغل، ان انت بترمي زيادة عن اللزوم، فيقوم البليستر يجي جنب الحليات او جنب او في قلب القيمة، بتيجي تبص تلاقيه مخزن وبيضرب من على الشغل. ده بيبقى نتيجة بسبب ايه؟ ان انت رميت زيادة عن اللزوم في الرش. طيب احنا قلنا ان البليستر بياخد كيلو، الكيلو البليستر بياخد ربع كيلو، وفي الرش انت بتدي وش وبتسيبه لما يعضم شوية وترجع تديله وش. ما تحاولش ان انت تطلع حتة الشغل وتطلع تدي ايه، ترشها مرة واحدة. هتيجي تبص هتبقى مية مية قدامك وسايحة، بس هيخزن البليستر، هيعلق في قلب الايه، في قلب الغاطس بتاع القيمة او في قلب الفحر او في قلب الحليات. هتلاقي البليستر غطسان كده وبيضرب، لما بينشف تلاقيه بيضرب. طيب دي طريقة الرش. طيب المسدس المستخدم يا جماعة، ودي أهم حاجة بقى، اللي هي بتخلي البليستر بتاعك يا إما يطلع مخرم يا إما يطلع البليستر معطش. ده بيبقى نتيجة إن المسدس اللي أنت بتستخدمه، المسدس يا جماعة بيبقى الكوباية بتاعة المسدس زي ما انت شايف كده، الكوباية بتاعة المسدس بتبقى ايه، بتبقى لفوق. ما ينفعش تجيب مسدس الكوباية بتاعته لتحت، عشان البليستر بيبقى تقيل، فاما بينزل من الكوباية كده من فوق بيبقى الموضوع سلس، بيخرج من المسدس بسهولة. اما لو الكوباية بتاعة المسدس لتحت، فمن الصعب ان هو يشفط المادة السميكة دي وتخرج، فتلاقي البليستر بيطلع ايه، بيطلع مقطع ومش بيطلع معاك سايح. ده بيبقى نتيجة ان انت استعملت مسدس بليستر غير المسدس المستخدم لرش البليستر. وده يا جماعة المسدس ده مخصص لشغل البليستر، يعني ما ينفعش نرش بيه بوهية وما ينفعش نرش بيه ورنيشات. ده مخصص الفونية بتاعته رقم من 2.5 او 3، يعني مسدس في زي ده رقم 2.5، ونفس المسدس برضه بيبقى رقم 0.3. دول المسدسين اللي مخصصين لرش البليستر. طب اي مسدس تاني الكوبايه بتاعته لتحت، او يعني مسدس ورنيش وعاوز تطلع ترش بيه بليستر، هيرش بليستر وكل حاجه، بس عشان المسدس الكوبايه بتاعته لتحت وعشان يطلع معاك البليستر بسهوله من المسدس، فبتحتاج ان انت تخف البليستر زياده عن اللزوم، فبتطلع ترش تلاقي البليستر بيخرم. ليه؟ لان البليستر بتاعك خفيف. فانت زي ما احنا قلنا الكيلو البليستر ما تحاولش ان انت تزود عليه اكتر من ربع كيلو تنر نضيف، او اكتر من ربع كيلو اللي هو الاسيتون، اللي هو مادة مذيب البليستر اللي مخصصة لتخفيف ورش البليستر. البليستر مش بينشف. طيب البليستر ده مش بينشف ليه؟ لان انت بتحط المصلب بتاعك. الكيلو البليستر يا جماعة بياخد غطا من الازازة بتاعة المصلب، الازازة بتاعة المصلب بيكون لها غطا، انا بعاير في قلب الغطا ده الكيلو بحط عليه غطا من البتاع، الازازه بتاعه المصلب. طب لو انت زودت المصلب ده زياده عن اللزوم، هتيجي تبص تلاقي البليستر بيسخن منك وانت بترش كده، تلاقيه بيغلي في قلب المسدس وبيفور. لا، لان انت نتيجته ده ان انت زودت المصلب بتاعك. يعني مش ان انت لما تزود المصلب الشغل هينشف، لا، ده ممكن لما انت تزود المصلب الشغل بتاعك يفضل ملدع زي ما هو كده، يا اما يبدأ ان هو يخرم وما يطلعش منك سايح. ده بيبقى نتيجة لسبب ايه، ان انت زودت ايه، ان انت زودت المصلب زيادة عن اللزوم. فالكيلو البليستر بياخد ربع كيلو تنر او ربع كيلو اسيتون، وبياخد غطا واحد من ازازة المصلب كده. البليستر بتاعك مش هيقابلك، لا هيقابلك تخريم، ولا هيقابلك مثلا حتت يعني مجيرة او حتت مخيمة او حاجات معرقة. كل ده يا جماعة اتكلمنا فيه اللي هو نتيجته بتبقى لان انت زودت المصلب، يا اما انت استعملت تنر او التنر بتاعك ضعيف. فكل المشاكل دي يا جماعة ما بتحصلش الا من التنر الضعيف. فانا نصيحة لله، لو انت هتشتغل ببليستر وعاوز تحل بتنر، فاستعمل تنر نضيف، ويفضل ان انت لو عندك تنر فرن تحط تنر فرن على البليستر عشان يساعد في الذوبان ويطلع معاك في الرش سايح. وده يا جماعة كان موضوع الفيديو النهاردة، عشان في واحد مشترك داخل القناة طلب ان هو يتعرف على طريقة التخفيف بتاعة البليستر ويتعرف على المشاكل وطريقة علاجها. لو انت حابب تستفسر عن اي حاجة هتسيب لي تعليق داخل الفيديو وانا هرد عليك ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشكرًا.